نحاول يبقى دقيق بسكوتات وحلويات. فمعايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا كوبايه من السمنه، ممكن كوبايه من الزيت، حلو قوي، ممكن كوبايه نصها سمنه ونصها زيت، المهم ان هو كوبايه ماده دهنيه، سمنه بس زيت بس، سمنه على زيت، حاجه ترجع لك تماما. ويا ريت بلاش زبده، خلينا في السمنه، عشان الزبده بيبقى فيها نسبه رطوبه من اللبن اللي جواها، فده هيضيع معانا او هيلخبط مقدار السوائل اللي هو الميه اللي احنا هنحطه. فلو انتي خايفه من المقادير او بتبقي عايزه تمشي على الحاجه بالظبط عشان ما تخلفش معاكي، فارجوكي يا سمنه يا زيت، بلاش زبده. خلاص، يبقى نص كيلو من الدقيق، كوبايه من السمنه، ومعايا معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه ونص من السكر، وكوبايه من الميه الدافيه. هنحط الدقيق في العجان، نحط الدقيق كله في العجان. طيب بالنسبه للناس اللي عندها عجان زي حالاتي، احنا هنستخدم الخطاف؟ لا. ليه؟ لان احنا مش عايزين نعمل عجين، مش عايزه اعجن، مش عايزه عرق، وفي نفس الوقت هو مش بيض وسكر بنضربه فهنقولك نستخدم الويسك، لا، انا هستخدم الكف ده، لان انا بخلط المكونات كويس بايدي لكن مش بعجن، فمش هينفع ابدا ابدا الخطاف، هنستخدم الكف. لله. هنحط بقى الميه دافيه مش سخنه، هنحط تمام يا حبايبي، شكرا وردة الامل. ادي السكر وادي الخميره. المنين او كعب الغزال او القراقيش whatever اللي هنستخدمه، مش محتاجين ان احنا نخمره، هو بيخمر في اخر مرحله اللي هي بعد ما شكلناه وقطعناه وحطيناه في الصاجات بنسيبه يخمر. لكن في التشكيل وفي العجن انا بسيبها ترتاح عشان اقدر افردها بسهوله، مش تخمير، مع ان احنا حاطين فيها خميره لكن احنا مش هنخمرها. هنزل بقى، انا حطيت الدقيق وهنحط المواد الدهنيه بتاعتي. السمنه مش سايحه ومش جامده، يعني انتوا شايفينها هي بدرجه حراره الغرفه، طبعا بما ان الجو حر فهي دايبه شويه، لكن ما فيهاش اي حراره خالص، يعني مش هسخن حاجه ومش هدفي حاجه. وهنزل كميه الميه بالخميره بالسكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نخلط. بصوا انا عجنت العجين، بشغل العجانه على 3، دي اقصى حاجه ممكن اشغلها علشان ده عجين تقيل وانا اخاف على عجانتي، مع ان هي تستحمل بس لا، العجين لسه محتاج سوائل، الدقيق بتاعي بيشرب العجين، بيشرب السوائل خلاص. فهزود معلقتين ميه بساط، واوعي تكتري، واحده واحده وبالراحه، مش عايزين العجين يعمل عرق. بصوا انا بعمل ايه، يعني مش بعجن، بلمها كده في بعض بس خلاص، وهي لما بتقعد تريح كده شويه الدقيق هيشرب كل المواد الدهنيه والسائله اللي فيه وهيبقى متجانس وجميل، ما تقلقوش. بصوا لما اجي بقى اشدها من بعض مش هتمط، مش هتعمل عرق، هتقطم معايا اهي، شايفين اهو. هدخلها الميكرويف واحط عليها معلقه السمنه. بصوا مش كتير خالص، معلقه صغنونه. بصوا بقت طريه اكتر ازاي وماسكه حتى في الايد، بس عشان سخنه انا هعملها بالمعلقه احسن. ملبن لا يمكن ان شاء الله، لا يمكن هتفك هتنشف في الفرن، ولا تغمق، ولا تعمل طعم مر، ولا تقرقش، ولا بصوا كل الحاجات اللي بنشتكي منها مش هتحصل ان شاء الله، يعني مش هتحصل. هناخد بقى حته كده اهي عشان امسكه بايدي عشان ما يلزقش ايدي من بره واعرف الف. بصوا بشويه كده اهو شربته النشا، وبعدين بقى هزيح على جنب كده النشا الزياده وابدا ارولها شويه بس. بصوا هعمل بقى رولات كده حلوه اهي تاني اهو، ماشي. بصوا يا جماعه لما خمرت زي الملبن، جميله وناعمه وتجانست بشكل مش طبيعي، فيها ماده دهنيه كفايه ان انا ممكن افرد هنا من غير ما نفرد على مفرش سيليكون ولا حاجه. ف كده هقطع بقى ايه، ممكن دي اخدها على 2 خلاص، دي اهي هفردها كده
ممكن بقى ايه اطول شويه كده، وهناخد بقى قطعه من الملبن. بصوا بقى، احنا عارفين ان نوع الملبن احنا مش ضامنينه، بس انا اطلعه الاقيه حته واحده، انا بقفل الطرفين، بقفل الطرفين من فوق وبقفل عليها من هنا كويس. اهو، يعني انا حاسه ان دي كده كتير شويه، ممكن اخد منها حته. خلاص، فانا قفلت عليها كويس، وبعد ما قفلت كمان ضغطت اهو. انا كده متاكده تماما ان مفيش ملبن هيطلع من بره. بعد كده بقى ابدا افرد. بصوا، افضل افرد كده شويه عشان ما ابرمش كتير اهو. ايه الرفع بقى، هي خدوا بالكم ان هي لسه هتخمر، احنا اتفقنا ان الخمر بتاعها هتاخده لما نقطع ونشكل وكل حاجه، هنسيبها تخمر وبعدين ندخل الفرن. اذا تعملوا حسابكم ان هي هتتخن عن اللي انتوا عاملينه، واللقمه تبقى حلوه لما تبقى العجين رقيق، عشان على ما يخمر شويه ما يبقاش اللي من بره كتير والحشو قليل. نرش بقى رصية جوز هند الحلوة دي واضحك. بصوا انا مش هحط كتير، احنا اصلا حاطينها للتزيين، ماشي، فانا مش هحط كتير اهي. بضغط عليها بس ضغطة بسيطة كده. بصوا ضغطت عليها ضغطة بسيطة بس علشان الجوز هند يمسك عليها وما يتشلش. بصوا بس زي ما بقولك برضو، لو هتحشي نص كيلو هيعمل معاكي كمية كويسة. ده الضعف اللي انا عملت بيه. انا هسيب دي طويلة، مش هقطعها دلوقتي وهقول لكم ليه. يعني انا خلاص برمتها زي الملبن، بس انا انا مش هدخلها الفرن بطولها زي الملبن. انا فبعمل ايه، بجيبها وهي بطولها كده، بقوم حاطه عليها البيض والسمسم وبعدين اقطعها وارصها في الصاج كده، فبقى يعني قللت كميه البيض اللي موجوده في الصاج اللي ممكن تضايقني. بصوا هحط عليها السمسم كده، البيض قصدي، وبعدين السمسم اهي. طبعا طول المنين انا حره فيها. انا شايفه ان كده حجمها حلو قوي اهي، واجي العجوه من جوه بصوا قد ايه. طبعا هبدا بقى ادخل الفرن على اعلى درجه حراره اهي. دي بقى مع الشاي بلبن. بصوا خلصنا. بصوا كل دول ولسه في تاني، يعني بصوا عملنا قد ايه ما شاء الله، ولسه في تاني كمان، لسه في كتير. بصوا يا جماعه تشكيله حلوه قوي. شوفوا بقى هنجيبوها من الافران دي بكام. فهنا وشوف على قلوبكم، ونتقابل بكره.